السلام عليكم. نتمنى من الله أن يكون كل شيء جيد وجيد جدا. هذه الدجاجة من سلالة الفيومي الفضي تحضن على البيض، ولأول مرة بعد أن أكملت سنة ونصف من إنتاج البيض. أعطيتها مهلة 5 أيام حتى تأكدت أنها مستعدة لحضن البيض، وأنها ليست مثل بعض السلالات التي تحضن عليه يوم أو يومين ثم تتركه. استيقظت هذا الصباح وجمعت بعض البيض لبعض السلالات المتنوعة والتي أحتاج العمل بها. تركته حتى مر عليه يوم كامل ثم جمعته لأضعه للدجاجة. عندما نريد أن نضع البيض للدجاجة من الأفضل أن يمر عليه يوم كامل بعد أن تبيضه الدجاجة، ولا يجب أن يتجاوز أسبوع حتى لا تقل خصوبته. في هذه الحالة احتمال كبير أن البيض سوف يكون مخصب 100% إن شاء الله. دجاج الفيومي هو نادر ما يحضن على البيض، ومن الصعب أن يتقبل وضع البيض له، فهو شرس وغير أليف كباقي السلالات، وعندما تقترب منه يترك مكانه ويبتعد. إذا غيرت للدجاجة المكان ممكن أن تترك حضن البيض، فهذا المكان غير مناسب لها لأنه تصل إليه أشعة الشمس، ومن الممكن أن تبيض الدجاجات بجانبها أو يكسر لها البيض. لكن إذا غيرت لها المكان لن تعود إليه، لذلك سوف أتركه في نفس المكان مع بعض التعديلات حتى نتفادى الوقوع في اختلاط البيض مع باقي الدجاجات. دجاج الفيومي هو من الأفضل الدجاج الذي يتميز بأمومة زائدة، فعندما يحضن على البيض يحمي البيض من المفترسات، وبعد الفقس البيض يحمل الكتاكيت ولا يقبل لأي شيء غريب بالاقتراب منه، فهو يمتاز بأمومة زائدة عن باقي السلالات. لذلك من الأفضل لا تترك بجانبها القطط أو الأرانب أو الأطفال، فهي ممكن أن تتسبب في أذيتهم، فلا يجب أن تعاقبها بعد ذلك لأنها تعمل بالغريزة، وغريزتها قوية وقوية جدا. وعندما يفقس البيض فهي قادرة على التعامل معهم بدون تدخل المربي.